اهم اخبار النهارده اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك شويه اخبار كده على الرايق، طبعا كل خبر انا جايبه لك بالمصدر. قبل اي حاجه عزيزي المشاهد ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امر. اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. تقارير: الاهلي مهتم بضم الجزائري رضوان بركان مهاجم الوكر القطري، وياسين منصور يتولى المفاوضات والملف بشكل كامل. وفقا للاعلام ابراهيم فايق، سيراميكا كليوباترا وافق على رحيل المهاجم مروان عثمان للاهلي، ولم يطلب الحصول على اي مقابل مادي، ولكنه طلب الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر. الاهلي يدرس التراجع عن صفقه يوسف بالعمري لاعب فريق الرجاء المغربي. وفقا للصحفي محمود شوقي، الاهلي يتفاوض بالفعل لضم لاعبين تحت السن، ابرز من يتفاوض معهم الجزائري محمد امين رمضاوي لاعب فريق بارادو الجزائري، ثاني لاعب الاردني عود الفخوري لاعب فريق الحسين أربد، اللاعب الثالث العراقي مصطفى قبيل لاعب فريق أربيل العراقي. تقارير: الأهلي يدخل على خط صفقة باسكال فيري جناح زيسكو. في الوقت الذي اقترب فيه باسكال فيري لاعب زيسكو الزامبي من بيراميدز، يتحرك سيد عبد الحفيظ بقوة لمحاولة تحويل مسار الصفقة إلى القلعة الحمراء. تحركات مكثفة واتصالات مستمرة وسط منافسة شرسة على أحد أبرز المواهب الإفريقية الصاعدة. وفقا لموقع وين وين، نيسترو بيطلب رحيل 5 لاعبين في انتقالات يناير وثنائي محترف بين المغادرين للنادي الأهلي. الزمالك يضاعف العقوبات على محمود بنتايج بسبب انقطاعه عن التدريبات في الأيام الماضية. الزمالك يفكر في حل أزمة مستحقات بنتايج وفتح الباب لبيعه حال تلقيه عرضا مناسبا في يناير. الاتحاد السكندري يستفسر من الزمالك عن موقف ناصر منسي وإمكانية ضمه في يناير. تقارير: الزمالك يرحب بفكرة الصفقة التبادلية مع بيراميدز في يناير. وفقا لموقع 247 سبورتس، أحمد حمدي لن يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية قبل تنفيذ العقوبة الإدارية الموقعة عليه. بس كده عزيزي المشاهد، دي ملخص اخبار النهارده. جايب لك كل خبر بالمصدر، وجايب لك ملخص الاحداث اللي حصلت النهارده. لو شايف ان انت استفدت من الفيديو وعايز نستمر بنفس السلسله، فضلا وليس امرا اضغط لايك ومتابعه، واستناني في فيديو جديد كل يوم بنزل نفس الفيديو. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.